هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في منتجات جربتها الشهر ده وهوريكم اكتر منتجات استخدمتها وعجبتني. بس لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري اول علشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما انزل فيديو. اول حاجة جربتها وعجبتني مجموعة الكيراتين من ايفا، كلمتكم عنها كتير وهكلمكم عنها على طول واكيد هكررها. المجموعة دي يا جماعة فرقت جدا في شعري، وقد ايه هي رطبت شعري كان جاف جدا، رطبت شعري حلو جدا وخليته طري وناعم. فبجد المجموعة دي تحفة، انصحكم جدا ان انتوا تجربوها لو انت شعرك جاف. ريحتها تحفة، ريحتها حلوة كده. كنت كل ما اجي اسرح شعري اشم ريحة الشامبو والبلسم، فبجد ريحتهم حلوة قوي وبتفضل في الشعر كذا يوم، يعني لغاية الغسلة اللي بعدها تقريبا. انتوا عارفين ان اسعار ايفا دايما مناسبة جدا، مش الاسعار الغريبة للحاجات التانية، فكميته حلوة قوي. بعد كده كمان استخدمت الهاند ووش، وده شاور جيل من مود اللي هو اسمه هواوي. ريحته يا جماعة تحفة جدا بجد، وانا بغسل ايدي كده تحسي ان هو ريحته حلوة قوي، بيخلي الشاور ريحته حلوة جدا. ريحته كده شجري شوية او سويتي شوية. كميتهم كبيرة جدا، يعني الهاند ووش كميته 500 ملي، والشاور جيل كميته 750 ملي، وسعرهم حلو جدا. مش فاكرة سعرهم قوي بس هو مش مكمل 200 جنيه، يعني اقل من 200 جنيه. وبرضو الهاند ووش نفس الحكاية، اقل من 100 جنيه. ف بصراحة عجبوني قوي، رغم ان انا مش بحب الحاجات اللي هي الحاجات سويتي قوي او الشجري قوي، بس عجبوني. حاسة ان ريحتهم حلوة جدا. كمان عجبني الشهر ده البادي ميست برضو من ايفا، اللي هو اسمه ماسكي جاسمين. طبعا انا بعشق الروايح دي جدا، اللي هي الميكس كده بين المسك و وردة الياسمين. بحب قوي الميكس ده، فريحته طبعا بالنسبة لي تحفة. طبعا هو فيه كحول عالي شوية، ثباته طبعا زي اي بادي ميست مش قوي، ما بيقعدش تقريبا ساعة على بعض. بص هو يعني مش فظيع. سعره كان تقريبا 190 جنيه، فيعتبر يعني من الفئة المتوسطة، يعني مش عالي قوي في السعر، سعره معقول. ريحته بالنسبة لي تحفة، بس اللي هو يعني كل ساعتين كده لازم ارش منه عشان احس ان انا على طول شامة الريحة دي. بس فهو عجبني قوي كريحة، لكن طبعا كثبات مفيش ثبات. بعد كده جبت من حاج عرفة. الحقيقة يا جماعة اول مرة اشتري من براند حاج عرفة، هو بقى مشهور قوي يعني في الفترة الأخيرة، وأنا كنت مستغربة اسمه جدا لغاية ما لقيت الستور بتاعه قدامي كده بالصدفة، فقلت أدخل أشوف ايه الحاجات اللي عنده. فجبت المخمرية دي. طبعا مخمرية اللي هي زي بادي باتر كده، هما بيسموها مخمرية. ادي كده شكلها، وادي قوامها. بصوا، هي حاجة طبعا دهنية جدا، يعني بادي باتر فكلها دهون وزيوت. هي اصلا تركيبتها كلها زيوت. ريحتها حلوة قوي، ريحتها كده انتي حاطة برفيوم كده حلو قوي، فبحطه على اماكن النبض بتبقى تحفة جدا. يعني انا نمت بيها وصحيت الريحة موجودة، فبجد تحفة قوي بتحطيها على اماكن النبض. وهي عايزة الشتاء اكتر طبعا، لان هي كلها مجموعة زيوت. فهي مكوناتها زيت لوز حلو، وزيت سمسم، زيت زيتون، شمع عسل، فيتامين اي، كلها حاجات مرطبات وزيوت. فطبعا يعني عايزة شتاء بصراحة، في الصيف مش نافعة قوي، او زي ما قلت لكم بتحطي نقطة كده على اماكن النبض بس. فعجبتني، هي كانت تقريبا كان سعرها 200 جنيه.
كمان جبت من عندهم من حاجة عرفة ماء الزهر، هو المشهور قوي او اللي واخد ضجة شوية، اللي هو مية النعناع. شغال هناك في المحل قال لي مية النعناع دي للبشرة الدهنية قوي، عشان لو بشرتك مش دهنية هتنشف الوش وهتطلع حب. فمية الزهر دي انا بستخدمها بعد الغسول، يعني زي انها تونر، كتونر يعني، فبترطب كده الوش. وبعد كده احط عليها الهيالورونيك اسيد، علشان طبعا زي ما انتوا عارفين ان الهيالورونيك اسيد بيتحط على بشره منديه شويه، مش بشره جافه. وسعرها 60 جنيه بس، يعني تخيلوا يا جماعه 130 مللي ب60 جنيه، فطبعا عجبتني جدا. بعد كده جبت الليب بالم دي من ايفا بنكهة الووتر ميلون. طبعا متابعني على الانستجرام هيلاقي ان انا على طول بنزل في الستوريز، يعني اول ما بجيب الحاجة بنزل ستوري، فجبتها وجربتها معاكم. هي حلوة جدا يا جماعة بصراحة، مرطبة، بتدي لون كده بيتش، يعني خفيف كده، لون خوخي خفيف كده، فلطيفة قوي يعني، عجبتني. هي كان تقريبا سعرها 80. ترطيبها طبعا مش عالي قوي، ترطيبها متوسط. طبعا بتتمسح بسرعة لو انتي بتحطيها في وسط اليوم. ممكن تحطيها قبل ما تنامي وتصحي شفايفك بتبقى مترطبة احسن. بعد كده الغسول ده كنت كلمتكم عنه في روتين التفتيح، يعني روحوا للفيديو اللي انا كنت بقول لكم هجرب الغسول ده من درماكتيف اكتي وايت. مكتوب عليه فومينج جل، بس هو مش فوم، هو قوامه كريمي زي ما وريتهولكم قبل كده. اهو بصوا، ادي كده بس فيه ميه عشان جايباه من على الحوض فالغطا فيه ميه. بصوا يعني عامل زي الكريم كده بالظبط. طبعا انا بحط يعني بنزل عليه ميه وافضل اعمله، وبعمله كده رب كده في ايدي لغايه ما يعمل فوم. بعد كده احطه على وشي واسيبه كده تقريبا دقيقه علشان يعني يعمل تأثير، لان هو المفروض وايتنينج، هو المفروض ان هو بيفتح. هو بصراحة عجبني، ريحته حلوة، قوامه كريمي حلو قوي، بيسيب البشرة مترطبة مش ناشفة، فده طبعا حلو جدا. طبعا كتفتيح انا كده تقريبا بقالي شهر تقريبا بستخدمه، يعني مع روتين التفتيح طبعا بشرتي فتحت، يعني فتحت بنسبة كويسة. لكن طبعا هو لازم يكون ضمن روتين تفتيح، يعني مش هينفع تستخدميه وحده وتاخدي نتيجة التفتيح، فده صعب جدا ان هو يحصل. يعني كمان من الحاجات اللي استخدمتها الشهر ده وعجبتني جدا كولاجرا هيلورونيك اسيد، تحفة يا بنات، تحفة تحفة جدا في الترطيب، ترطيبه حلو قوي قوي. سعره كان تقريبا 207 على الويب سايت. الويب سايت بتاعهم بتاع بايو ستريم، لان هو تبع شركة بايو ستريم، وبيعملوا على فكرة عروض، يعني انا جبته عاملين ديسكاونت عليه، وكان في عاملين اوفر لو جبتي حاجات ب 300 جنيه بتاخدي فري شيبينج. فبصراحة كان تحفة جدا، مكوناته اصلا تحفة كلها. مكوناته صوديوم هالورونيت اللي هو بتبقى جزيئاته صغيرة، فالبشرة بتمتصه فعلا بسرعة. هيدرولايزد مارين كولاجين، في الفيتامين اي، وفي موجود في الريتينال اللي هو مشتق من مشتقات فيتامين اي. انصحكم جدا ان انتوا تجربوه، مش هتندموا يعني. بعد كده كمان جبت الكحل البني ده من سيبل، اللي هو ماتيك، اللي هو بيتلف كده مش بيتبري. طبعا ناعم وحلو جدا، طري جدا في ان انتي تستخدميه. انا بحب يعني بالذات منطقة العين دي ما استخدمش كحل ناشف، طبعا ده بيبقى خطر على العين، فبجد عجبني جدا، مش بيسيح، فحلو قوي. بعد كده اخر حاجة، مش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، تقريبا انا كلمتكم عنه، كاتريس اللي هو ترو سكين، عجبني جدا وتغطيته حلوة جدا. هي ميديوم كفرج مش فول كفرج، انا كنت قلت لكم ان هو فول كفرج، بس هو لا ميديوم. هو كاتبين عليه ان هو ووتر بروف، بس بجد الدرجة دي عجبتني جدا، بيقعد فترة طويلة ومش بيخطط، فبرضو تحفة جدا. اكتب لكم درجته لان انا برضو مش فاكرة درجته، بس كان سعره تقريبا 260 ساعة ما جبته. فده برضو من الحاجات اللي عجبتني.
كل حد لسه قاعد معايا لغايه اللحظه دي وبيشوفني. بجد ميرسي ليكوا جدا، بحبكوا جدا جدا، وشكرا لدعمكوا ليا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تتابعوني كمان على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى التيك توك، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.